أكتوبر عام 1951 أعلنت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى النحاس إلغاء معاهدة عام 1936، وبإلغاء المعاهدة أصبح وجود القوات البريطانية في منطقة القناة احتلالا غير مشروع، وتوقعت السلطات البريطانية أن تتعرض قواتها لكفاح شعبي واسع النطاق، لذا بادرت بإرسال إمدادات عسكرية إلى منطقة القناة لتعزيز قواتها هناك. وأيد الشعب المصري بجميع فئاته قرار حكومته بإلغاء المعاهدة بعد أن أدرك أنه لن يتم له الحصول على حريته واستقلاله إلا عن طريق الكفاح المسلح. سنة 51 بعد أن ألغيت المعاهدة الإنجليزية المصرية وأصبح وجود الجيش الإنجليزي في منطقة القناة غير قانوني، بدأت المقاومة من كتائب الفدائيين ضد القوات البريطانية. كانت من المهام اللي احنا كنا بنأديها كيف يمكن ان احنا نحصل من داخل معسكر التل الكبير، ولازم ننوه بان معسكر التل الكبير كان اكبر مستودع للذخيرة والمدفعية والمركبات والصيانة للقوات البريطانية في الشرق الأوسط. العمال بتوعنا اللي جوه وهم كانوا عمال على مستوى عالي من الكفاءة والفنية والوطنية، بيقولوا ان المؤسير عيار كذا في مخزن كذا في المنطقة الفلانية، ناخد الذخيرة، ناخد المدافع، ناخد يعني كل ما كان يمكن ان احنا نقدر. حسن طلعت الله يرحمه ويحسن إليه ده كان له دور كبير جدا، لأنه هو اللي أقنع العمال وخلى العمال تسيب معسكرات الجيش الإنجليزي ورحلهم على القاهرة، فراحوا معتقلينه وركبوه عربية وخدوه. 25,000 عامل مصري في المعسكر اللي أنا كنت متواجد فيه التل الكبير خرجوا من المعسكر، أعطوا المعسكر ظهورهم برغم المرتبات الخيالية اللي كانوا ياخدوها مقارنة بالمرتبات وزرائهم. وأضرب العمال المصريون في المعسكرات البريطانية عن العمل بدافع من وطنيتهم، وبلغ عددهم أكثر من 60,000 عامل. كما امتنع المتعهدون عن توريد الأغذية وتأدية الخدمات للقوات البريطانية، وأجبرهم ذلك على جلب احتياجاتهم من الخارج، مما كبدهم خسائر فادحة. بدأت المقاومة من كتائب الفدائيين ضد القوات البريطانية، وبدأوا يهاجموا المعسكرات ويشعلوا فيها النار. أول عملية قمنا بيها كان في شارع محمد علي، تاني مرة ضربناهم في القرش في منطقة القرش، ثالث مرة ضربناهم في مطار أبو سوير. وكانت خطة الإنجليز لمواجهة الكفاح الشعبي هي عزل منطقة القناة عن القطر المصري، ولذا قامت قواتهم بالسيطرة على المدن والقرى في هذه المنطقة، واحتلت مداخل الطرق المؤدية إليها، وعمدت إلى العدوان على سكانها بوسائلها الإرهابية من قتل وسلب ونهب وخطف للمواطنين وللمواد الغذائية، مما أدى إلى ازدياد حدة المقاومة والكفاح ضد المحتل الغاصب. كموني شزام علشان كنا عاملين كمين بطريقه بعد نقطه ابو سلطان كان في شجر موالع على الطريق على طول، فعملنا كمين هناك وفيها 3 عربيات مليانه اسلحه، قلنا ناخدها منهم عشان ده القياده بتاع الفدائيين. فبحصل بالظبط طلعت فوق الشجر انا وخلينا شويه معيز، ضربوا شويه معيز سرحوهم قدام العربيه، هدت، رحت انا ناطط من الشجره على العربيه وبمسدس ميه قلت، ورحت موقف الانجليزي ورحت ضربه في وشه بالبناء، راح نايم، رحت واخد السن منه ورحنا مرفعين عليهم وخدناهم اديناهم القياده، فسموني شزام بقى، فطلعت عليه شزام. اللي حصل ان انكسرت العمليات الفدائيه بتاعتنا فيهم وخطف السلاح وكده، فبعتوا رساله لحيدر يجيب لهم نبذه، جاب بلوكات الامن دي عشان تحافظ عليهم مننا وتشترك معاهم انهم يقبضوا علينا ويمسكونا ويعملوا ما يعملش اي حركه فدائيه في العدو اللي محتل بلدنا.
فالوطنيه خدتهم واتفحمت رجال الشرطه مع الفدائيين المدنيين معنا في اروع معارك على مر التاريخ ضد بالرسالة العظمى. كان في ناس ادميه هنا ضباط كانوا بيساعدونا، ومنهم فريد ندى ومنهم كمان رفعت مصطفى رفعت والملاقي وصلاح ذو الفقار وعبد الكريم درويش والناس الضباط القديمه. وكان يتباسى مصطفى رفعت كان اقدم واحد، وكانوا بيساعدونا. احب اقول لك ان انا رحت متطوع لتنظيم العمليه. لقينا في كاجواليتيز كتيره بين الاهالي وبين العساكر لان مفيش تنظيم للعمليه. فرحت انا وصلاح دسوقي وصلاح ذو الفقار الله يرحمه وسافرنا بالطياره لان كان سكه مقطوعه بين مصر ومدن القناه كلها. ونزلنا بورسعيد وخدنا مركب من بتوع الصيادين ونزلنا على الاسماعيليه. وكنا ضباط في الكليه فعارفين ازاي ننظم القوات وازاي. فعشان كده قلت الخسائر سواء في الاهالي او فينا. في نقطة انجليزية، الشباب انا معاهم والجماعة الانجليز اللي هناك حبوا ان هم يقفلوا علينا الشرطة اللي كانت موجودة وكانت موجودة في المنطقة دي يوميها. الساعة تعاونت معانا لانها ضربت عليهم وبالطريقة دي ساعدتنا ان احنا نقدر ناخد عرباتنا ونزوغ ويغطونا. وكان مصطفى رفعت بتاع الشرطة بيساعدنا في اي وقت، اول ما نروح له يحط البوليس بيجيني ويقول لي الجدع انا كوميدي انا شتام، ما كانش فيه كوميدي بوليس، انا شتام الجدع انا معاك واحنا معاك كلنا في اي وقت يحصل حاجه هننفذك منه. يعني رحنا بدافع وطني لان الاهالي هناك والروح الوطنيه كانت موجوده في الوقت ده. يعني ناس من اخر الصعيد كان بيجوا عشان يقاوموا القوات البريطانيه في الاسماعيليه. واشتعلت العمليات الفدائيه ضد الانجليز في الاسماعيليه وبورسعيد والسويس، وامتدت الى المعسكر البريطاني في التل الكبير بالمديريه الشرقيه. وتشكلت من الطلبه والعمال كتائب الفدائيين، ومن اشهرها كتائب خالد بن الوليد ومحمد فريد واحمد عبد العزيز. وتطوع بعض قادة الجيش السابقين لتدريب هذه الكتائب، وكان في مقدمتهم الفريق عزيز المصري واللواء صالح حرب. كنا مقسمين مجموعات، يعني كل مجموعة عارفة المنطقة اللي هي فيها. يعني انت عارف مثلا الاسماعيلية في حتة اسمها العريشية وحته مش عارف اسمها ايه، فكنا ناخد المجموعه اللي هنا هي مسؤوله عن التفجير والمقاومه في المنطقه. البوليس لازم يشتركوا معانا، وكانوا يقولوا لنا هنا في نقط وهنا في نقط ويرشدونا على اماكن دي غير دي. طبعا ده اصبح البوليس مع الشعب بيتعامل مع بعضه وبيغطوا علينا. وكان قبلها بقى بالنسق